النادي الأهلي يعلنها المدرب السويسري فيشر لو وافق بالفعل على شروط النادي الأهلي وتنازل عن طلباته للتعاقد هيكون هو مدرب الفريق. من الآخر كده المدرب السويسري فيشر بيلقى قبول واسع من جانب إدارة الكرة في النادي الأهلي. في حد كمان في إدارة الكرة قال كده بالحرف: المدرب ده لو جه النادي الأهلي هيقرر نفس إنجازات مارسيل كولر. فبالتالي المدرب السويسري فيشر على رادار النادي الأهلي وبقوة، ولكن الأهلي بينتظر فقط أن المدرب يوافق على شروط النادي الأهلي ويتنازل عن طلباته من أجل إتمام التعاقد. شروط الأهلي أنه يوقع فقط سنتين زائد كمان يكون في شرط جزائي 3 شهور. طلباته بقى لا، عاوز العقد 3 سنين، وعاوز مفيش حاجة اسمها شرط جزائي، بحيث لو الأهلي مشاه في أي وقت يدفع له باقي مستحقاته عن نهاية عقده. فبالتالي لو وافق فيشر على شروط النادي الأهلي هيكون هو المدرب القادم.